سؤال بيقول لي أثبت أن تمام. النقط. مديني 4 نقاط. الألف بسالب 1 و4، والب 1 و1، والجيم -1 وسالب 2، والدال -3 وموجب 1. بيقول لي أثبت إن ال4 نقاط دولت هي رؤوس معين. طب معلش بس يا مستر كده فكرني بالخواص أو الشرط بتاع المعين. قلت لك إن المعين جميع الأضلاع متساوية والأقطار غير متساوية. تمام. تمام. جميع الأضلاع متساوية والأقطار غير متساوية. يبقى أنت المطلوب مساواة. منك هتعمل إيه؟ هتجيب ألف ب، وهتجيب ب ج، وجيم د، وألف د. تمام. تمام. وشرط إن هما يطلعوا قد بعض. يلا نروح نجيب ألف ب. هيبقى جذر. يلا. أفتح قوس. ماشي. س1 ناقص س2 أقفل القوس تربيع زائد. أفتح قوس وبعد كده أقول ص1 ناقص ص2 أقفل القوس تربيع هيساوي. أفتح جذر. بعد كده هقول -1 ناقص 1. بعد كده أقفل تربيع أقفل القوس وبعد كده تربيع وبعد كده زائد وأفتح قوس وأقول له 4 ناقص 1 وأقفل القوس وتربيع. شاطر. -1 ناقص 1. هيساوي -2. -2 أس 2. هيساوي 4. وبعد شاطر. كده 4 ناقص 1 هيساوي 3 زائد هيبقى 9 يعني هيبقى 4 زائد 9. 9. هيبقى جذر 13 وحدة طول. تمام. يلا. بعد كده هنجيب الباقي جيم. الباقي أهي. جيم هيساوي. أفتح قوس وبعد كده هنقول له 1 موجب 1 شاطر. وأقفل القوس تربيع وبعد كده أقول له زائد 1 موجب 2. الله ينور عليك. أس 2. 1 زائد 1 أس 2 هيساوي 4. هيبقى 2 أس 2 4 زائد 1 و2. زائد 1 زائد 2 هيساوي 3. 3 أس 2. 9. هيبقى جذر 13 وحدة طول. شاطر. بعد كده نروح نجيب بعد جيم كده دال. هنجيب الجيم دال هنقول أفتح قوس بعد كده هقول -1 موجب 3. أيوه. وبعد كده أقفل القوس من التربيع وبعد كده زائد وأفتح القوس وأقول له -2 ناقص 1. أقفل ناقص القوس 1. وتربيع. شاطر. بعد هقول له كده يبقى جذر. -3 زائد -1 زائد 3 هيساوي -4. ليه؟ ولا هم هيساوي حالا -2. موجب 2 لأن هما مختلفين في الإشارة، فأنا بحط إشارة الكبير وبطرح. وقلت لك هي 3 ناقص 1. تمام. 3 ناقص 1 طبعا 2 أس 2 4. شاطر. زائد -2 ناقص 1. هيساوي -3. -3 أس 2. 9. 9 زائد ب9 4 طبعا. هيساوي 13 وحدة طول. جذر 13 وحدة طول. بعد بعد كده كده أروح أجيب ألف دال. بعد كده نحتاج نجيب ألف د. هفتح قوس وبعد كده أقول -1 موجب -3. تاني كده. -1 موجب -3. موجب مين؟ -1 موجب 3. أيوة كده. موجب 3 تربيع زائد زائد 4 ناقص 1. 4 ناقص 1 تربيع. بعد شاطر. كده يبقى جذر. هقول -1 زائد 3 هيساوي 2. تربيع هي. هيساوي 4. شاطر. زائد بعد 4 ناقص 1. زائد 3 تربيع 9. 4 زائد 3 هيساوي 13 وحدة طول. إذا إذا هذه رؤوس متوازي أضلاع. لا معين بقى، احنا قلنا معين. قصدي معين. 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 طبعا كل الأضلاع طلعت قد بعض. ألف ب بجذر 13، وب ج بجذر 13، وج د بجذر 13، وألف د برضه بجذر 13. الأربعة قد بعض. وده تمام. اللي يهمني. طيب. يبقى إذا بس عشان ترتيب الخطوات. يبقى إذا ألف ب بيساوي ب ج بيساوي ج د بيساوي ألف د. يبقى إذا الشكل ألف ب ج د معين. طب لو طلب مني مساحته يا مستر أعمل إيه؟ قالك المساحة بتساوي نص حاصل ضرب طولك قطرين. مساحة المعين نص حاصل ضرب طول بتساوي القطرين. نص في. طيب هو من القطرين؟
والله انت ممكن تجيبهم من غير ما ترسم، اللي هم مين؟ اللي هم ألف جيم وب د. تمام. تمام. يعني نص في ألف جيم في ب د. طب هل انت معاك ب جيم، سوري، معاك ألف جيم او ب د؟ معايا ألف، لا أيوة، لا لا معيش لا، ألف دي. احنا ما جبناش الاكتار، يبقى احنا نروح نجيب الاكتار. هروح اجيب ألف جيم وكمان اجيب ب د. يلا هنزل تمام. لك شوية عشان تشوف. ألف جيم هيساوي جذر، ألف جيم هيساوي جذر، أفتح قوس وعشان ما سالب واحد. تتلخبطش الألف اهي والجيم اهي. تمام. هنقوله أفتح قوس وأقول سالب واحد موجب واحد. تمام. شاطر. أس اتنين. وأقفل القوس وأعمل تربيع زائد أربعة موجب اتنين شاطر. أس اتنين. الله ينور كده عليك. هنقول يساوي سالب واحد زائد واحد هيساوي سالب اتنين، التربيع هيطيره واتنين في سالب اتنين واحد، بأربعة. سالب واحد، سالب واحد زائد واحد، عدد سالب واحد. ومعكوس، عدد ومعكوس، اه. يبقى يدينا صفر. اه. صفر. نركز في الحاجات دي. يبقى عندك هنا صفر أس اتنين اللي هي ملهاش لازمة أصلا. وأربعة زائد اتنين كام؟ ستة، الستة في ست- ستة بستة وتلاتين. 36. يبقى جذر ال36 هيساوي كام طبعا؟ 6 وحدة طول. ده واخد الطول. بعد كده السؤال بقى بس، ده سؤال نعمل بس كده. قبل ما نجيب ب د، هل ب د هيطلع بيساوي؟ لا عشان لا عشان معين أطلع شاطر. متساوي لكن أكتره غير متساوية. الله ينور عليك، ايوه كده انت شاطر. يبقى انت عندك ب د هيساوي، طبعا احنا شغالين على ب اه. عشان ما تمام. نتلخبطش برضو، على ب وشغالين على د. أفتح قوس وبعد كده أقول واحد موجب تلاتة. ايوه كده شاطر. وبعد كده هقول واحد واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد أس اتنين. يلا. تربيع. واحد بعد كده وتلاتة. هقول واحد وتلاتة أربعة. أربعة أس أس اتنين. اتنين 16 وطبعا دول بإيه؟ بصفر. أيوة، جذر ال16 بيساوي طبعا 4 وحدة طول. أو مع واحد الطول. فعلا طلعوا مش قد بعض، يبقى أنا خلاص برضو كده الشكل معايا. يبقى خلاص بقى نروح نعوض الشبكة بقى في المعين المساحة. بقى يساوي يبقى نص نص. في ألف جيم بكام احنا جبناه؟ بستة. وب د بأربعة. يبقى نص في 6 في 4. طبعا نص الستة 3، و3 في 4 ب12 وحدة مربعة، أو ممكن أكتبها وحدة مساحة. كده في أي مشكلة؟ لا شكرا. شاطر. نكمل. مم. الفكرة اللي بعدها بيقولك إذا كانت ألف النقطة واحد وسالب واحد، والب واحد وتلاتة. كلام جميل. بيقولك أثبت أن النقطة جيم، أثبت أن النقطة جيم سالب واحد وواحد تقع على محور تماثل ألف ب. القطعة ألف ب. طب معلش بس يا يعني مستر، إيه تقع هو على محور إيه؟ التماثل؟ هو يعني إيه تقع على محور تماثل ألف ب دي؟ هقولك بس تعالى بس نعرف الأول يعني إيه محور تماثل. ومحور تماثل لمين؟ لألف ب. فأنا هرسم القطعة ألف ب عادي جدا. هنا الألف وهنا الب. طيب، فين محور التماثل؟ محور التماثل ده اللي بيقسم أي شكل إلى جزئين متماثلين، جزئين قد بعض بالظبط. تمام. مم. يبقى أنت في رأيك محور التماثل ده هيعدي منين؟ هيعدي هل من عند ألف كده، ولا هيعدي من عند ب كده، ولا هيعدي مثلا هيعدي من من النص؟ المنتصف. الله ينور عليك، عشان انت بتقول يا مستر هو بيقسم الشكل لجزئين قد بعض، يبقى اكيد هيعدي من مم. المنتصف. مم. يبقى انا المفروض هرسمه هنا. لا، هي كده مش في المنتصف خالص. اعتقد هنا. المهم، ده محور التماثل بتاع القطع أ ب. طيب برضو انا ما استفدتش حاجة. قال لك بقى محور التماثل ده ايه؟ بيكون عمودي على القطعة وبينصفها. مش. تمام، مم. عمودي وبينصف، يعني المفروض الجزء ده قد الجزء ده. طب وايه كمان؟ تمام. هو قال لك يبقى اثبت ان نقطة ج اللي هي سالب واحد واحد تقع على محور تماثل، تقع على محور تماثل أ ب. هقول لك يا مستر هنفرض مثلا ان نقطة ج هي هنا. مش هقول لك تقع على المحور؟ اه. مش انا هنا حاططها على المحور ولا مش على المحور؟ لا حطيت على المحور. على المحور بس كده. طيب هتقول لي برضو ما استفدتش حاجة، برضو اعمل ايه؟
هقول لك احنا قلنا من شوية ان محور التماثل بيقسم الشكل لجزئين قد بعض. تمام. يعني المفروض الجزء اللي على اليمين ده، اللي هو من ألف لجيم، يبقى هو من جيم لمين؟ لباء. بس كده. يبقى انت هتروح تجيب البعد بتاع ألف جيم والبعد بتاع ب جيم ويطلعوا قد بعض. تمام. تمام. يعني انت مرة هتستخدم النقطتين ألف واحد وسالب واحد، وجيم اللي هي سالب واحد وواحد. ومرة هتستخدم النقطتين اللي هي برضو ب واحد وتلاتة، والجيم بسالب واحد وواحد. والمفروض ان البعد يطلع قد بعض. تعالى بقى نشوف هيطلع قد بعض ولا مش قد بعض. تعال نجيب أول حاجة ألف جيم هيساوي جذر. افتح قوس أيوة. واقول واحد واحد موجب واحد. واحد موجب واحد تربيع زائد. وبعد زائد افتح قوس واقول سالب واحد ناقص واحد. شاطر تربيع. هيبقى جذر. واحد زائد واحد هتساوي اتنين، هيبقى أربعة. هيبقى أربعة زائد. زائد صفر. ليه بقى؟ ليه صفر؟ هي هنا بص، عشان أنا امتى اقول صفر؟ لو هما مختلفين في الاشاره. تمام. موجب وسالب. انما هنا هي الاتنين سوالب، فبحط نفس الاشاره واجمعهم. يعني المفروض دي سالب اتنين وأس اتنين يبقى سالب باربعة. اتنين أربعة، يبقى كده هيساوي جذر التمانية والتمانية جذر هتساوي جذر التمانية اتنين. اتنين جذر الاتنين وحدة طول. تمام. بعد كده اروح اجيب ب ج. أعمل جذر وأفتح قوس وأقول واحد موجب واحد. شاطر. أس اتنين وأفتح زائد قوس اتنين. بعد كده أقول تلاتة زائد واحد تلاتة ناقص واحد. ناقص واحد أس اتنين. شاطر. تربيع. بعد كده يلا. أقول يساوي واحد زائد واحد زائد تلاتة هيساوي واحد زائد واحد هيساوي اتنين. أس اتنين. تربيع هيساوي أربعة. أربعة زائد تلاتة ناقص واحد. هيساوي اتنين. تربيع هيساوي أربعة. وجذر يبقى كده جذر تمانية تمانية برضه هيساوي بيساوي اتنين جذر اتنين جذر الاتنين. الاتنين وحدة طول. يبقى كده البعدين طلعوا قد بعض ولا مش قد بعض؟ قد بعض. بس كده. يبقى إذا كده جيم تقع على محور التماثل ولا على لأ؟ محور تماثل ألف باء. بس كده واضحة. أيوة نقطة. تقع على محور تماثل القطعة ألف ب. طيب صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. بعد كده الفكرة اللي بعدها بتاعت الدائرة. طبعا الدائرة سهلة جدا. بص طبعا المركز عارفين اللي هو في النص. وأول حاجة تاخد بالك منها إن المركز بينصف القطر. مركز اللي هو ميم مثلا، وطبعا القطر لو قلنا سميناه مثلا ألف ب، المركز دايما في المنتصف. طبعا ده هتفيدك في الدرس الجاي إن شاء الله، يعني ده بتاع المنتصف. ماشي. بس دي حاجة لازم تكون عارف إن المركز بيكون منتصف القطر. أيوة أيوة بي- معروف. بينصفه يعني. طيب. طب ايه كمان؟ قال لك طبعا ميم ألف من المركز لأي نقطة على الدايرة ده اسمه نص القطر اللي هو نق. يعني ميم ألف دي اسمها نق، وميم ب دي برضو اسمها نق. طبعا ألف ب كامل اتنين نق لأن القطر كامل. تمام. طيب. طب أنا افرض مثلا كان في نقطة هنا يا مستر اسمها مثلا جيم مثلا، ايه المشكلة؟ لو انت جبت ميم جيم يبقى ده برضو اسمه نق. لو تمام. جبت مثلا ميم لأي نقطة هنا برضو اللي مثلا سماها سين برضو دي اسمها نق. ولو جبت مثلا من ميم لهنا برضو اسمها نق. تمام. عدد لا نهائي يعني. طيب. طب تمام. الحتة دي انت بتقولها لي ليه بقى؟ هيقول لك هيديك مثلا ثلاث نقط، وليكن ألف وب وجيم، وهيديك كمان المركز الدائرة، ويقول لك أثبت أن النقط تقع على الدائرة. يقول لك أثبت لي كده يا بابا إن الثلاث نقط دولت تقع على الدائرة ميم. طب ده أنا فاهمها إزاي يا مستر؟ مش أنا قلت لك من شوية إن من المركز لأي نقطة على الدايرة ده اسمه نق؟ اه. وطبعا اكيد الانصاف الاقطار دي كلها متساويه، يعني اكيد النق ده هو النق ده هو النق ده، صح كده؟ صح. فانت هتحل زي السؤال ده. قال لك هنروح نجيب ميم الف. انك مديني الميم بقى هروح اجيب ميم الف واجيب ميم ب واجيب ميم جيم. لو الثلاثه طلعوا قد بعض يبقى الثلاث نقط على ايه؟ تقع على الدائره ميم. تمام. على الدليل. طيب. تمام. بعد كده عشان لو طلب منك برضو محيط الدائره، طبعا المحيط بيساوي 2 باي نق. باي نقطة وال... تربيع. لا لا، 2 باي نق. المساحه تمام. بتساوي باي نق باي نقطة. تربيع. تمام. تمام. طيب.
تعال ناخد كذا سؤال كده. بيقول لي دائرة مركزها 3 وسالب 4، المركز 3 وسالب الأربعة. بيقول لي أي من، وطبعا ونصف القطر، نصف القطر. أنا بقى هضحك عليك، خلي بالك، بس أنا هحل السؤال زي ما هو وأقول لك هو الحتة اللي هضحك عليك فيها إيه بعد ما خلص السؤال ده. نصف القطر مم. 5، نصف قطرها 5، 5 وحدات. بيقول لك أي من النقاط الآتية، مديك اختيارات، تقع على الدائرة أو تنتمي إلى الدائرة. فأول اختيار عندنا -3 و4، والتاني 0 و0، والتالت 5 و0، والرابع 0 و4. طيب أفهمها إزاي؟ هقولك مش أنا قايلك من شوية عشان النقطة تقع على الدائرة أو تنتمي ليها. خلينا في تقع على الدائرة، يبقى هي الإيه، البعد بينها وما بين المركز يبقى بيساوي نصف القطر. طبعا نصف القطر مدولها 5. طيب فأنا أعمل إيه هنا؟ قال لك أنت معاك كده كده المركز. هنجرب الاختيارات، هنجربها ازاي؟ يعني انت الاول حاجه أعمل تروح تجيب إيه؟ البعد ما بين الميم واول نقطه. لو طلع مم. بيساوي نصف القطر يبقى انت تمام زي الفل، يبقى النقطه دي هي اللي تقع او تنتمي للدائره. تمام. مم. تمام. يلا تعال نروح نقول جذر. طبعا س1 - س2 أس 2 وزائد ص1 ناقص ص2 أس 2. فهيبقى عندك 3 زائد 3 أس 2 زائد -4 ناقص 4 أس 2 هيساوي جذر 3 و3 6 أس 2 ب36، زائد -4 ناقص 4 -8 أس 2 ب64. هيبقى جذر، طبعا مجموعهم 100 وجذر المية 10. طب هل نصف القطر عندك 10؟ لا. طيب لا، يبقى خلاص الأولى دي غلط. النقطة مم. التانية، مش أنا قلت لك فاكر لما أنت تجيب آه. البعد ما بين نقطة ونقطة الأصل، كنسل لي نقطة الأصل وخد لي جذر س تربيع زائد ص تربيع. آه. تمام، فهيبقى جذر 3 أس 2 9. وسالب 4 أس 2 هيساوي 16. هيساوي 16. طبعا هيبقى جذر 25 هيساوي 5. طلع قد نصف القطر صح؟ اه، يبقى كده يبقى هي الإجابة 0 و0. يبقى هي دي الصح، الإجابة يا 0 و0. طيب أضحك عليك إزاي بقى؟ أنا بقى مش هقول لك إن نصف قطرها 5، أنا هقول لك طول قطرها. طبعا اللي مش مركز هيقع فيها، لأنه دايما معودك إن هو بيديك نصف القطر. هقول لك طول قطرها 10. تمام. وأنت لما تيجي تجرب الاختيار الأولاني هيطلع معاك 10، فتقوم جاي مختارها على طول، تقوم جاي غلطان فيها. ليه؟ هتقول لي ازاي يا مستر؟ هتقول لي يا عم انا مديك طول القطر، طول القطر ده يعني 2 نق، وانا بقارن بنق، ده نق، انما ده اه. 2 نق. تمام. فالنق 5، انما لما اديك طول القطر 10 يبقى النق ب5. يبقى انا شغال على النق لان انا بجيب البعد ما بين المركز ونقطة، والبعد ما بين المركز واي نقطة يبقى ده هو نصف القطر. تمام. تمام. فاحنا ناخد بالنا من حاجة شبه دي. تمام. طيب ناخد كمان فكرة. اه بص كده، بيقول لك إذا كانت ألف س1 3 والب 3 و2 والج 5 و1، وقال لك إن ألف ب بتساوي ب ج. عايزين قيمة س. إيه المشكلة يعني؟ مش أنا قلت لك إن ألف ب بيساوي ب ج؟ اه. خلاص تعالى نروح نجيب البعد بتاع ألف ب ونجيب ب ج ونساويهم ببعض. طبعا ألف ب هيبقى س -3 أس 2 زائد، ركز معايا، تلاتة عملت ناقص ال2 أس 2. هقول بيساوي جذر. طبعا س -3 دي ما اقدرش اعمل فيها اي حاجة، هكتبها زي ما هي، زائد إيه؟ 3 ناقص ال2 طبعا 1. 1 أس 2 واحد. ب1 وهسيبها على واحد. الصورة دي. اروح اجيب ب ج بنفس الكيفية. ب ج طبعا هيبقى 3 ناقص 5 أس 2 زائد 2 ناقص 1 أس 2. هيبقى جذر. طبعا 3 ناقص 5 -2 أس 2 ب4، زائد أربعة. 2 ناقص 1
واحد. واحد أس اتنين بواحد. طبعا واحد. يبقى جذر خمسة. أعمل إيه بقى؟ هقول لك خلاص، ما أنت قلت لي أ ب بيساوي ب ج، يبقى أنا هساوي ده بده. يبقى أنا هقول اه. إذا جذر س ناقص تلاتة أس اتنين زائد واحد هساويه بجذر خمسة. طبعا الجذر مع الجذر، أو ممكن لو أنت ربعت الطرفين برضو هيتشال مع بعضه يعني. فهيتبقى لك إن س ناقص تلاتة أس الاتنين زائد الواحد بتساوي خمسة. خليك ذكي وطلع لي الواحد ده بره بعكس الإشارة، يبقى ناقص واحد. أصبح عندك إن س ناقص تلاتة أس اتنين بتساوي خمسة ناقص واحد الأربعة، زي ما عملنا في سؤال فوق. هنقول موجب أو سالب الجذر، وما تنساش حتة الموجب أو السالب دي. تمام. تمام. أنت الأفضل أو ما تعملش كده يعني، ما تروحش تفك المقدار ده. تمام، عشان لو مم. انتوا حد منكم مش فاكر التحليل هيقف يعني. طبعا هتقول س أس اتنين ناقص ستة س زائد تسعة، وتدخل الأربعة جوه وتحلل لو انت فاكر التحليل وهكذا. لا، وعلى ايه؟ انت عندك أس اتنين خلاص. يبقى قول س ناقص التلاتة بتساوي موجب أو سالب جذر الأربعة، وريح دماغك. ودي أسهل لك مم. كمان. بس ما تنساش الموجب والسالب بس. فبالتالي هتساوي موجب أو سالب الاتنين. أصبح عندي حالتين. هيبقى عندك إما س ناقص التلاتة بتساوي موجب اتنين، أو السين ناقص التلاتة بتساوي سالب الاتنين. تحلها معادلة عادية جدا، سالب طلع لي التلاتة سالب بالموجب. تلاتة تروح بعكس س تبقى زائد تلاتة، يبقى س بتساوي خمسة. وهنا هتبقى السين بتساوي. هتروح بعكس الإشارة، بس هتبقى بتساوي واحد. هتساوي واحد. يبقى انت كده جبت معاك سين بخمسة مرة، والمرة التانية بواحد. بس كده، في أي مشكلة؟ لا شكرا. متأكد؟ اه والله. الحمد لله. يلا ناخد سكرين. تمام. خد من أول الصفحة ديت ولا حضرتك هتجيب لي من الأول؟ لا، من الأول هجيبها لك. تمام.